يا جماعة لو لسه ما شفتوش الجزء الأول ارجعوا اسمعوه، لأن اللي جاي أخطر بكتير. بعد اكتشاف المقبرة ما كانش حد يتخيل إن توت عنخ آمون هيغير مصير علماء وآثار ويخلي العالم كله يترعب من حاجة اسمها لعنة الفراعنة. أول ما البعثة فتحت التابوت الذهبي جواه كان راقد طفل مصري مات من 3000 سنة ولسه محافظ على ملامحه كأنه نايم، لكن مع النوم ده كان فيه تحذير مكتوب على الجدران: سيضرب الموت بجناحيه كل من يقلق راحة الملك. الجملة دي الناس افتكرتها مجرد أسطورة لحد ما الأحداث اتبت. أولهم اللورد كارنيفان، الراجل اللي مول عملية البحث. بعد فتح المقبرة بشهور يتلسع من ناموسة في خده، جرح صغير بسيط، لكن الجرح يلتهب فجأة ويموت بعدها أيام معدودة. الصحف وقتها كتبت اللعنة بدأت. بعده بشهور العالم اللي صور المقبرة مات، اللي نقلوا التماثيل ماتوا، اللي لمسوا التابوت واحد ورا التاني. 9 أفراد من اللي دخلوا المقبرة ماتوا بطرق غريبة. الناس قالت ده انتقام، محدش كان المفروض يفتح المقبرة. لكن الأغرب إن هاورد كارتر نفسه مكتشف المقبرة عاش سنين بعدهم وما حصلوش حاجة، كأن اللعنة كانت بتختار مش بتمشي عشوائي. وسؤال لحد النهاردة، هل ده شغل لعنة ولا ميكروبات قديمة ولا صدفة، ولا كان في حد بيخلص على اللي شافوا حاجة ما كانتش المفروض تتشاف؟ بس قبل ما نكمل أنا هسألك سؤال. لو قلتلك إن في الجزء الثالث هنتكلم عن أغرب حاجة اتوجدت جوه المقبرة والسر اللي اتخفى 3000 سنة، جاهز ولا نخلي الملك يرتاح؟ اكتب لي جاهز للجزء الثالث في الكومنت وهنزله.